سلام الزينات، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير حبوباتي، ونلاقيكم دايما بخير وصحة وعافية يا ربي. هاني جيت وجبت لكم هاد الصابلي لعشاق الصابلي ولي جاتو ساك، محشي بالشامية ومغلف بنوة كوكو لعشاق نوات كوكو. صراحة يشهي ويدوب في الفم. الصورة راهي تهدر وحدها. نبداو على بركة الله في المقادير، ومقاديرنا لليوم يلي فيها 5 مغارف زيت، 125 غرام زبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ تاعكم، 5 مغارف سكر غلاس، و5 مغارف نشا، و3 مغارف من الكاكاو البني، مع نص مغرفة صغيرونة نتاع خميرة الحلويات، وعظمة وصفر عظمة. وكما قلت لكم الحشو نتاع الصبلي تاعنا راح يكون بالشامية، واكيد التزيان راح يكون بنوة كوكو، اكيد راح تكون نوعيه جيده من نوة كوكو، والشوكولا البيضاء اكيد، وراح نشيحه بالفرينه. نبداو نخلطو في المكونات تاعنا حبوباتي. نجيبو غيسيبيون اكيد. نبداو بالزبده والعظام. انا راح نحرك بالباتور باش يجيكم الصبلي تاعكم هشوش يا البنات. الفو ديروا هذه المرحله، الفو تضربوا الصبلي تاعكم والمكونات تاعكم كامله بالباتور حتى تدخل المكونات كل ما بعضها، راح يجيكم واحد الصبلي يدوب في الفم، خفيف 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 ريشه. كيما راكم تشوفوا حطوا جميع المكونات غير بشويه بشويه، مع اكيد الخلط المستمر. شوفوا القوام تاعها حبوباتي كيفاش جايه، كيما الكريمه هكا، كيما لاموس جايه. صراحه جربوا هذه الطريقه بالباتور وراح تدعيولي بالخير. واخر مرحله حبوباتي اللي هي الفرينه، راح نشيحو بالفرينه. انا مبدئيا حطيت كاس فرينه وجربت خلطت وخصني شويه، زدت لها في الاخير نص كاس. ما هاد الكونتيتي هزت لي كاس ونص نتاع فرينه. اكيد العجينه ما راحش تكون يابسه وما راحش تكون طريه، خلاص راح تكون نص نص. وراح نحطوها حبوبتي ترتاح 10 حتى ربع ساعه اكيد، وراح نبداو ديريكتومون في تشكيل الصبلي تاعنا. الوقت اللي حطينا الصابلي العجينه تاعنا تاع الصابلي ترتاح حبوباتي، نجيبو الشاميه. اكيد الشاميه يلزم تكون نوعيه ملاحه، الشاميه هذيك الرطبه، هاد النوعيه اللي درتها انا، هاد يعني الميغ. جربت قبل بوحده شويه خشينه صراحه ما جاتنيش ملاحه. جربوا هاد النوعيه نتاع الشاميه عفوا، وغير حركوها بيديكم فقط بدون اي اضافات، ما زيتولها ني زيت ني والو، جست بيديكم برك حتى تطلق شويه هذيك الطراوه تاعها وتطلق هذاك الزيت. وراح نكوروها حبوباتي بهذه الطريقه، راح نكورو الشاميه تاعنا وراح نكورو العجينه تاعنا بهذه الطريقه كما تشوفوا معايا حبوباتي. هاوليك الطريقه كيفاش راح نشكلوا الصبلي تاعنا. جيبي العجينه تاعك وحشي فيها الشاميه، واكيد حبوباتي ما لازمش تخليو الشاميه تاعكم تبان يعني بهذه الطريقه باش ما تخرج لكمش لبرا. في هاد المول نتاع السيليكون عفوا، انا خيرت هذا الشكل نتاع السيليكون، انتم خيروا اي شكل يكون عندكم. اكيد راح نتقبوها حبوباتي باش يخرج لها هذاك الهواء كامل اللي فيها، وراح نحطوها على درجه حراره 170 من الفوق ومن التحت حتى تطيب لنا. هاوليكم حبوباتي بعد ما تطيب ما لازمش تمسوها، خلاص خلاص خليوها حتى تبرد خلاص خلاص، ومن بعد راح نبداو نزينو فيها. كيما سبق وقلت لكم في اول فيديو، التزيين نتاع الصبلي تاعنا راح يكون بالشوكولا بلان. انا ديت 200 غرام من الشوكولا البيضاء، ذوبتها اكيد في باماغي،
وزدت لها حبوباتي حوالي 3 مغارف كبار من الزيت. الزيت واش راح يدير حبوباتي، راح يخليها تتحل الشوكولا البيضاء. اكيد مع الاول على بالكم باللي الشوكولا شويه صعيبه، راح تبان لكم باللي فزت وهي ما فزتش، غير حلوها برك بالزيت راح تتحل لكم خلاص حبوباتي وراح تخفف لكم على الكيف. جيبي بانسو ودهني بيه الصابلي تاعك بهذه الطريقه، وديريكتومون رمديه في نوة كوكو قبل ما تشيح لك الشوكولا تاعك بهذه الطريقه اللي هي سهله ماهله. انتم حرين حبوباتي في التزيين نتاع الصبلي تاعكم، يعني زينوا كيما حب خاطركم. لا فيديو تاع اليوم خفيفة ظريفة كيف نتوما اموراتي. نتمنى تجربوا هاد الصبلي اللي خفيف ريشة وهشوش كما راكم تشوفوا. حبيت نحل معكم كعبة باش تشوفوها من الداخل كيفاش جايه. هاوليك الحشو نتاع الشاميه كيفاش باين، وهذاك الصبلي الخفيف. نتمنى تجربوه وتخليوا لي تعليقاتكم لتحت. ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم حبوباتي، ان شاء الله في وصفات اخرى ان شاء الله، وسلام.